السلام عليكم، معكم عماد. سوف أعرفكم على طريقة سهلة لتتعرفوا على الذكر الكناري الجاهز للتزاوج، ونبدأ عملية الشرح. أمامنا في هذا القفص 4 إناث وضعتهم في قفص واحد، وسوف نرى على الجانب الأيسر ذكر كذلك هو جاهز الآن للتزاوج. وكذلك عند تقريب الذكر إلى قفص الأنثى نراه كيف أصبح ظهر منتصب ويريد الدخول إليها بكل قوة وهائج، وكذلك تغريد القوي وهو علامة على أنه يريد التزاوج معها. وكذلك ممكن أن نتعرف عليه جهوزيته من خلال النفق على عضو الذكر. نرى عضو الآن واضح جدا. والآن نشاهد الذكر الثاني على يمين الصورة. هذا الذكر غير جاهز كما الذكر الأول، نراه لا يبالي بالإناث بتاتا ولا يغرد عليهم كما رأينا مع الذكر الأول. نراه الآن عكس الذكر الأول كما قلنا. أما الذكر الأول الآن نشاهده يغرد بقوة كما في المرة الأولى. والآن سنحاول أن نفق على العضو الذكري الكناري الغير جاهز، فلا نشاهد عضو بارز كما الذكر الأول. هذه صورة للذكر الغير جاهز، وهذه صورة للذكر الأول كيف عضو بارز العيان.